سيدنا محمد نور الجمال وطور الكمال وعلى آله وسلم. أعتذر من جميع المشايخ الحضور على الجرأة على الكلام أمامكم، فهذه قصيدة كتبتها ارتجالا لأشارك بها في هذا الصالون العربي المبارك في مدح شيخ شيوخنا في تربية المريدين ومجدد أمر الدين الشيخ سيدي المختار الكنتي قدس الله تعالى سره وجعل في أعلى فراديس الجنان مقرا. فقلت: يا قائد الركب أرش بي على طلل، نبكي بها الجيرة الأولى على أجل. عليك أني فلا تعجل علي وكن غرا، وإلا فدعني الآن وابتهل. قبل الوداع لنا أصدقي نقص عليك الآن من نبأ العشاق في الدول. شتان بين فتى يبكي الدوارس في أزواج شوكا إلى أعلامها الأول. يبكي فيبكي بكاه كل مغتبر، لله أزواج بعد القوم من طلل. وبين من همه سلمى وجارتها، حتى انبراه الهوى والوصل لم ينل. فلا تسلني عن سلمى فلست بها متيما كلفا، كذاك ليست لي منزها عن هواها لم أبالي بها، إذ لا أبالي بهذا الأعين النجوم. ولي غنى مطلقا عنها وجارتها، بالفادل البطل ابن الفادل البطل، جلالة الملك المقدام سيدنا محمد السادس الخالي من القلل. ولغنى مطلقا عنها وبسمتها، بالمصلح البدل ابن المصلح البدل، والعارف المرتدى الميمون طائره، مهارب الدين لا بالدين والأسل. شيخ الشيوخ على الإطلاق سيدنا المختار، من في المآل كالإمام علي، من نسل عقبة عن المستجاب له، لله درب الشيخ من رجل. ذاك الولي الذي شاد الإله به، دائم الدين في سهل وفي جبل. ذاك الذي هام قلبي في محبتي، وليس لي عنه طول الدهر من بدل. شيخ إذا يمم العافون ساهته، تراه منبسطا كالآرب الهتف. شيخ شريعته تهمي حقيقته من الانقلاب إلى الشتهات والدجل. سمت به ملة الإسلام وافتخرت به على سائر الأديان والملل. جنيد وقته في علم الحقائق، جيلانيه في علو الشعب كالهلل. هلو شمائله غر فضائله، تغني نوائله في الأل والنهل. ولاه في مطلع الإصلاح كوكبه، فضيهه الجور أن بان والوجل. فلا تقسه بشيخ في مناقبه، إذ كان في العلم حقا مضرب المثل، مدافعا عن هم الشرع العزيز بما هواه قلبه بالتفسير والجمل.
مقدم في درايات الحديث ويرويه بإسناد للحفاظ متصل، ولم يكن منه أولى في زمانه بالتجديد إذ كان حقا وارث الجيل. له تصاريف فوق الدر قيمتها، وتلك آثار تغني عن الجدل. ضاها بمختصر في الفقه مختصرا شيخ الفقيه خليل بالنصوص ملي. وكم من دقائق علم القوم كوكبه الوقاد أودعها فيه بلا قلل. وكم هوى بغية الراوي وجرعته من نزهة وتدار الذهب من هلل. وأرشد الناس إرشادا بمنته إلى عقيدة شيخ الأشعار البطل في الذب عن أولياء الله جزوته تغني المحبة وفيه غاية العمل. وبسطه الأسر فيض من لطائفه القدسي وأنئم بنفح التين من عسل. بل قوة كان للمستضعفين ومأوى الناس عند هلول الحادث الجلل. نعم بما قصيدة طويلة ولكن نختصر. كحضرة الشيخ محي الدين معرفة، وفي مناقبه كالشاذلي علي، فعن مكانته علما ورتبته في هدرة الله أقطاب الوجود سلمنا فولي عنه إذ أقر له بالفضل حتى إليه انضم كالخولي. له بتنبط آثار تخبرنا عن مصلح عارف بالله متصل. له وربنا في كل القلوب يد بيضاء أشهر من نار على جبل. أقام للدين مجدا لا زوال له، واستوعب القارة السمراء عن أجل. ربى أشاوس من أعيان قارتنا، وقد سقاهم همي العلم والعمل. لو كان قبل رسول الله كالزهرة لكان في الذكر مأخوذا من الرسل. وكما أتى اليوم من أجل احتفاء به من صفوة السادة الأعياد من دول، كم هل ضيفا على غلمين من علم، مفكر بتراث الشيخ مشتغل. من دولة عمر المختار كوكبة جاءوا احتفاء بهذا العالم البدني. وجاء من دولة الشنكيت جمهرة، ومن سنغال في بشر وفي جزل. من الإمارات شيخ الشاهدي أتى، أعني به طيب الأخلاق والعمل. لولا امتيازه عن كل الشيوخ لما أسرى بنا الحكم من مالي بلا محل. مشاركين في هذا الملتقى لما لا، وهم حقيقة أبدال من الرسل. به اقتدر وتفنن في محبته، وفي اقتداء به لا تخشى من زلل. أما سعيد قويس إنه بطل ميدان إحياء ذكر السادة الأولين. والله ربنا يجزي القائمين على أشغال هذا الملتقى بالخير والنفل. نبدي لهم والله ربنا يجزي القائمين على أشغال هذا الملتقى بالخير والنفل. نهدي لهم خالص الشكر الجزيل على حسن الضيافة والتكريم والنزل، ثم الصلاة وأزكاها وأكملها على النبي إمام سادة الرسل. تأم إترته ما قلت مرتجلا، يا قائد الرب أرج بي على صدري.
Wassalamu alaikum.